مشاهدينا اهلا بكم من الارض الطيبه، ارض مصر، ارض الطيبه. مين كان يتصور ان في مصر تنجح زراعه ليمون اسمه ليمون كافيار؟ الكيلو بتاعه بيوصل 1000 دولار، 1000 يورو، او حوالي 10000 جنيه. يعني الفدان ممكن يجيب 20 او 30 مليون جنيه. زي ما بقول لحضراتكم، الفدان يجيب 20 و30 مليون جنيه. التجربه اللي هعرضها لحضراتكم دلوقتي صاحبها المهندس الشاب المصري العبقري في الحقيقه، احمد الحجاوي، اللي بيجيب نباتات نادره وزراعات نادره ومحاصيل نادره وبيجربها في مصر هنا في الارض الطيبه. كل التجارب بتاعته بتنجح. الراجل ده يا جماعه لازم نشجعه، لازم وزير الزراعه يجي هنا في قريه الضبعيه في الاسماعيليه يطلع على هذه التجربه الرائعه. ليمون الكافيار. الناس بتسميه ليمون كافيار ليه؟ الليمون ده بيطلع ماده زي الكولاجين بتعيد الشباب للبشره من جديد. زي ما حضراتكم شايفين عمليات التجميل دي بتكلف عشرات الالاف من الدولارات، وحاجات كتيره جدا بيدخل في صناعتها هذا الليمون، ليمون الكافيار. خلونا نعرض التقرير على لسان صاحبه المهندس احمد الحجاوي، هتشوفوه معايا دلوقتي. ودايما بنقول الارض الطيبه ارض مصر كلها خير، عايزه بس اللي يمد ايده ويزرع، وربنا ان شاء الله هيكرمنا، لان هذه الارض ارض مصر الطيبه. خلونا نشوف التقرير. معاكم الصحفي هاني عبد الرحمن. السلام عليكم. انا المهندس احمد الحجاوي. طبعا في البدايه احنا كنا بنستورد الليمون الكافيار ده باسعار غاليه جدا. فابتدت من هنا الفكره، يعني اللي هو ليه ما نزرعش الاصناف دي، لان الاصناف المحليه طبعا مع تغير المناخ بدات تقل جدا في انتاجها، ومصاريفها بتعلى جدا يعني. فابتديت ان انا افكر ان انا ادخل اصناف جديده من بره واجرب، يعني ليه لا. فابتديت طبعا بالكافيار ده. كنا احنا طبعا اول ناس الحمد لله ننتجه في مصر، والحمد لله التجربة نجحت يعني. أشجار كتير ومن كذا نوع، احنا زرعنا الأحمر والأصفر والأسود ونوع تاني نبيتي والأخضر. هما 5 أنواع عندنا، وكلهم الحمد لله بفضل الله نجحوا وأثبتوا. يعني احنا كنا خايفين طبعا من الشتاء، فكنا في الأول زارعينه تحت صوب، وأخدنا الريسك الحمد لله من سنتين إن احنا نطلعه بره الصوب ونزرعه في الأرض يعني. وبرضه عدى الحمد لله معانا فترة الشتاء على خير، والصيف أهو أثبت كمان كويس جدا. هو بينتج طبعا مرتين في السنة، ولو سيبناه ينتج 3، بس احنا في مرة بنشيلهم عشان الموسم بتاعه يدي كويس يعني. بس الحمد لله أثبت نجاح بطريقة غير عادية. هو سعر الكيلو بتاعه بيوصل ل 10000 جنيه داخل مصر. خارج مصر الكيلو بيوصل ل 1000 يورو. لأنه طبعا هو من أكتر الحاجات الغنية في فيتامين سي، تقريبا 20 أو 30 ضعف الليمون العادي اللي في مصر. هو ده بيحفز جدا على إنتاج الكولاجين داخل الجسم. فبيدخل طبعا في أدوية التجميل والعلاجات التجميل بطريقه كبيره جدا يعني. ومطلوب مننا من دكاتره التغذيه والبشره والشعر والكلام ده كله. بس ان احنا نبتدي نزرع المحاصيل المختلفه عن اللي اتعودنا عليها قبل كده، لان طبعا الشعب المصري بيستسيغ الحاجه اللي ما جربهاش قبل كده. زائد ان العائد الاقتصادي بتاعها على الدوله هيبقى كبير جدا، لان الاصناف دي نادره تقريبا في العالم كله، مش في مصر بس. يعني الليمون الاسترالي ده نادر في العالم كله، بيوصل سعر الكيلو بره 1000 يورو. فاحنا النهارده لو عممنا الفكره ان احنا نبتدي نحط محاصيل تمشي مع تغير المناخ اللي بيحصل في جو مصر، فده هيبقى عائد اقتصادي كبير جدا على مصر يعني. هيوفر علينا عمله صعبه كبيره جدا، وهيزود العائد القومي بتاع البلد يعني. وده النوع اللي هو الاخضر من ليمون الكافيار. ده تقريبا كده خلاص يعني، ايام قليله والحجم ده يتجمع. ده الاخضر، ده اقل نوع فيهم، ده سعر الكيلو بيوصل 1000 جنيه. ده اقل نوع، ده 1000 جنيه مصري. هو الاخضر ارخص نوع في الكافيار. الاسود وبعد كده الاحمر وبعد كده الاصفر وبعد كده الاخضر.